اسمع مني، اتعلم قاعدة ال80-20. ببساطة شديدة القاعدة دي بتقول إن 20% من المجهود المفروض يبقى كفاية إنه يعلمك 80% من أي مهارة جديدة بتحاول تتعلمها. يعني أول ما تبدأ تتعلم المهارة شوف الأساسيات بتاعتها كلها وابدأ بيها، ما تدورش في الأول إنك تبقى ميسي أو رونالدو، دور إزاي تعرف تباصي، تشوت، تجري بالكرة، وده هتعرفه بسرعة، وبعدين تقدر تبني على الأساسيات دي إن أنت تبقى ميسي أو رونالدو. قبل ما تتعلم مهارة أو شيء جديد لازم تبقى عارف أنت بتتعلمها ليه، اشمعنى المهارة دي اللي هتحقق لك الحاجة اللي أنت عايز تحققها، وإيه مدى الإتقان اللي أنت بتدور عليه في المهارة دي. اكتب ده في ورقه وعلقها قدام المكان اللي بتذاكر فيه، لان اسوأ حاجه ممكن تحصل لك لما يحصل اي نوع من انواع الفشل او لما تبذل مجهود كبير جدا انك تسال نفسك انا بعمل ده كله ليه، وما تلاقيش قدامك الاجابه في الوقت الصح في المكان الصح. لازم تلاقي الاجابه قدامك في الوقت الصح وفي المكان الصح. هتقول لي لا انا مش هنسى، ايه المشكله يعني هفضل فاكر؟ اقول لك صدقني عن تجربه هتنسى. شيل الفشل من مخاوفك. طبعا انا عارف ان الفشل ده شيء مش محبب لينا، والسبب الاساسي لده انه بيطلعنا من الكومفورت زون، من منطقه الراحه. بس انا عايز اقول لك يا صديقي انك تفشل مره واثنين وثلاثه وعشرة احسن بكتير من انك تقعد ما تعملش حاجه. خلي عندك حس التحدي، خلي الفشل حاجه تزقك قدام. احنا بنفشل وبعدين بنحلل سبب الفشل، نطور من نفسنا ومن المهاره بتاعتنا بناء على تحليل الفشل، وبعدين بنجرب تاني. اخر حاجه واهم حاجه، امن بنفسك. خلي عندك ايمان كامل وثقه بنفسك انك تقدر تحقق اي حاجه وكل حاجه. طالما انت عملت السيرش وشايف ان دي انسب حاجه ليك، وشايف ان هي اللي هتحقق وتوصلك للمكان اللي انت عايزه، وشايف ان انت مبسوط وانت بتتعلم المهاره دي، يبقى كمل وخلي عندك ثقه انك هتبقى احسن واحد في المهاره دي. سواء انت جرافيك ديزاينر، فيديو اديتور، اي حاجه انت تتعلمها، انت هتبقى اقوى واحد اشتغل المهاره دي قبل كده. مستحيل تطبق ال10 خطوات دول وحياتك ما تتغيرش 180 درجه. طب هتيجي تسالني سؤال مهم جدا، طب انا اتعلم ايه وليه واشمعنى؟ هقول لك لو عايز تعرف تتعلم ايه وليه وازاي، ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، واعمل لايك وشير عشان المحتوى يوصل لاكبر عدد من الناس ويبقى ليك ثواب مساعده الناس. لسه اللي جاي خير. السلام عليكم.